أهلا ومرحبا بكم في قناة زاهد للأبراج. أهلا بك امرأة برج القوس. النهاردة هنتكلم عن قراءة تفصيلية ليكي لحياتك العاطفية وكمان المهنية، وهنقول بعض النصائح برضو الغالية اللي تهم امرأة برج القوس. طبعا لو أول مرة تشوف القناة شرفيني بالاشتراك وفعل زر الجرس ودوس على اللايك ليصلك كل ما هو جديد، وإن كنت مشتركة بالفعل ياريت نعمل لايك ومشاركة للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من محبي امرأة برج القوس. امرأة برج القوس حالة من الحنين رهيبة، وعايز يكمل معاكي مشوار حياته وفرصة جديدة. القراءة دي، قراءة الطاقة دي، هتظهر لك بعض الأشياء الهامة في الجانب الآخر. هي طاقة مفتوحة هتبدأ من اليوم اللي هو النهاردة، اللي هو يوم 4 مارس لغاية 4 مايو. في حالة من الحنين رهيبة. هل الحالة من الحنين الرهيبة دي منك ولا منه؟ وكمان عايز يكمل معاكي مشوار حياته، ولا انت اللي عايزة تكملي مشوار حياتك معاه؟ في فرصة جديدة وبداية جديدة مع هذا الشخص. طبعا القراءة دي بتنطبق، يعني انت خديها ان كان عليكي انت شعر بهذا الحنين، أو هيبقى بالنسبة لحبيبك اللي هو شاعر هذا الحنين. فهي عبارة عن طاقة مفتوحة بتظهر أشياء من الداخل، بتعرف باسم قوة الإدراك. يعني أنت ممكن تكوني الفترة اللي فاتت دي، أو هو كان الفترة اللي فاتت دي غير مدرك لمدى حبه ليكي، لمدى إنه محتاج ليكي. ولكن مع قوة الإدراك اللي هتحدث ليه في هذه الأيام هيشعر بأشياء كثيرة. ممكن يبكي من شعوره بإدراك ما كان فيه من سعادة وبعد عنك. يشعر بالندم لأنه أدرك أنه وحيد وأصبح حزين، ويريد الآن فرصة جديدة وصفحة جديدة، ويريد الصلح. وده طبعا زي ما قلنا الحبيب الأولاني أو الحبيب القديم للمنفصلين اللي كانوا متزوجين ومنفصلين. هو حاليا في حالة من التأهب، يريد منك فرصة جديدة، يريد منك بداية جديدة، يريد منك إشارة علشان يصل بها إلى قلبك، لأنه هو أدرك تماما بأنه محتاج إليك كل الاحتياج. فهو الآن في قوة إدراك، بيشعر بأنه كأنه كان بيحلم أو كان نايم واستيقظ، وعايز يتفادى الأخطاء اللي كان بيرتكبها قديما، وشعر بأنه ارتكب أخطاء جسيمة في حقك، وشعر أيضا بأنه بعده عنك أصبح شيء واقعي، وهو يريد الرجوع. ولكن زي ما بنقول في المثل الشعبي إنه ملهوش وش إنه يرجع على اللي عمله معاكي. ممكن كمان يكون هذا الشخص ما انفصلش كليا، ممكن يكون زعلان أو بعيد عنيكي أو متخاصم معاكي أو مختلف معاكي في الآراء. سبحان الله إن قوة الإدراك دي اللي هيدركها هذا الشخص هتجعله في حنين قوي إليكي. هيشعر برهبة من داخله، هيشعر برغبة قوية إنه يكمل معاكي، ويريد منك بداية أو فرصة جديدة. لكن يا ترى هل امرأة برج القوس قلبها مستعد إنها ترجع، ولا قلبها أصبح الآن مع شخص جديد وحب جديد، وهتكمل حياتها الجديدة مع هذا الشخص الجديد؟ الله أعلم، كل واحد فيكم يعلم ما بداخله. ولكن القرار في ايدك امرأة برج القوس، لانك بالفعل الفترة اللي فاتت دي كنت في حالة من الظلم، حالة من الحزن، حالة من انك كنت
بتريدي انك تكملي، ولكن هو اصبح كان بيتجاهلك، واصبح مع طرف ثالث، وابتعد عنيك بالفعل. وزي ما بنقول يعني تركك، ولكن الله كان معك وجعلك الملكة المتوجة من جديد تاني، وهو لاحظ ذلك. امرأة برج القوس في الفترة دي كمان انت هتمتلكي قوة اسمها القوة الخافية لجذب الرجال. خلي بالك، انت هتمتلك الفترة اللي جاية دي قوة اسمها قوة الجذب للرجال، او قوة لشد الرجال. يعني ايه؟ يعني اي رجل هيشوفك على اخلاقك الممتازة، على اسلوبك الذكي، على لباقتك في الكلام، على لبسك الشيك، على ثقتك بنفسك، على الكاريزما اللي انت هتعمليها لنفسك الفترة اللي جاية دي، هيتمنى انه يقترب منك ويريد التعامل معك. وزي ما قلنا قبل كده، انت هتكوني صائدة ماهرة للقلوب، صائدة ماهرة للقلوب. طيب، دي كانت مقدمة امرأة برج القوس. طيب ايه الحياة المهنية الفترة اللي جاية دي؟ بكرر تاني، هي فترة تحدي، ولكن هي فترة إثبات للذات لامرأة برج القوس. يعني بالرغم ان في تحديات في العمل، لكن هي باستطاعتها انها تكون ناجحة في حياتها العملية، فهناك أمل في النجاح وممتاز بالنسبة ليها، لأن مفتاح النجاح في إيدها بيعتمد على التركيز والإدراك والقوة الداخلية ليها. وزي ما قلنا، النجاح هيكون حليف امرأة برج القوس الفترة القادمة دي بإذن الله. بالنسبة للصحة كمان، امرأة برج القوس هيكون في عندها بالفعل إحساس بأنها أصبحت أحسن من الأول صحيا، وكمان يعني هتكون عندها حالة من الرضا والشكر، لأنها تشعر بالفعل إنها لو اتأملت في نفسها هتشعر إن ربنا ميزها وأعطاها الصحة بالفعل، والصحة دي شيء تشكر عليه. هيعطيك الصحة وهتكوني على أحسن حال، بس ثقي في ذلك. في نجاحات كثيرة لامرأة برج القوس. أنا محضر يعني الفترة دي بعض الأشياء الهامة لامرأة برج القوس، هتكون عبارة عن قراءة قوية تساعد امرأة برج القوس على النجاح بالفعل، وتحديد أهم نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. وهقول لها على أشياء تفتح ذهنها وتجعلها تدرك كيف تستطيع جذب الحبيب وجذب المال. بإذن الله استنوني في الفيديو القادم بإذن الله، إلى اللقاء.